تخيل تصحى الصبح تبص من الشباك تلاقي نمر واقف قدام العمارة وتسمع صراخ جاي من الشارع والتليفون بيرن. الخبر العاجل: حيوانات مفترسة ظهرت في كل المدن حول العالم. السؤال هنا بقى، هل فعلا البشر هيقدروا يسيطروا ولا هنرجع عصر الغابة من جديد؟ أول 24 ساعة هتبقى فوضى. الأسود والنمور صيادين محترفين. النمر الواحد يقدر يجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، يعني أسرع من أي إنسان عادي. في مدينة مزدحمة الطرقات هتتقفل والناس هتستخبى في البيوت، والشرطة مش متدربة إنها تتعامل مع حيوانات بالحجم ده. لكن في حاجة مهمة، الحيوانات دي مش بتهاجم إلا لو جاعت أو حست بخطر. يعني أول 48 ساعة هيبقوا تايهين أكتر من إنهم مهاجمين. دلوقتي تخيل غوريلا وزنها أكتر من 180 كيلو وقفت في الشارع. الغوريلا أقوى من الإنسان بحوالي 6 مرات، لكن المفاجأة هي مسالمة بطبيعتها. الخطر الحقيقي هيكون من الذعر البشري مش من الحيوان نفسه. أسوأ سيناريو مثلا، أسوأ سيناريو التمساح، طوله 5 متر في نظام الصرف. التمساح يقدر يعيش شهور بدون أكل ويضرب في أقل من ثانية. في المدن القريبة من الأنهار الخطر هيبقى أضعاف، لكن علميا التمساح ما بيحبش الضوضاء والمدن كلها ضوضاء. طيب فيل وزنه 6 طن مثلا، لو اتحرك في شارع ضيق هيحول العربيات لكراكيب. لكن الفيل نباتي، يعني مش هيطارد البشر عشان جعان مثلا، إلا لو حس إن صغيره في خطر. بعد أسبوع الجيش هيبدأ يتحرك، طيارات بدون طيار، أسلحة تخدير ومناطق عزل. لكن في نقطة مهمة انتوا ما خدتوش بالكم منها، لو الحيوانات قدرت تتكاثر هنبقى قدام عالم جديد، عالم البشر فيه مش في القمة. طيب تخيل معايا بعد سنة مدن مهجورة، غابات بدأت تنمو وسط الخرسانة، والإنسان بقى مجرد كائن بيحاول يعيش. السؤال ليك، لو ده حصل فعلا هتعمل ايه؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات. ولو حابب تشوف سيناريو أخطر، الفيديو الجاي هيكون عن أخطر الكائنات اللي بتعيش في أعماق البحار. أشوفكم الفيديو الجاي.